سلام حبيباتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وانتم ما تشوفوا في الفيديو تاع نهار اليوم حبيت نشارك معكم وصفه على السريع اللي هي اون سوب بالبوان كاسي. تجي قراف بنينه، على بالي راح تعجبكم وراح تعتمدوها. ما نطولش عليكم، نجوزوا مباشره للمقادير. في المقادير ديالنا نحتاجو للخضر اللي راكم تشوفوا فيهم. عندنا الكرافس، عندنا البصل، انا استعملت 2 حبات صغار، تقدروا تستعملوا حبه تكون متوسطه في الحجم ديالها. عندنا راس تاع فلفل حلو، عندنا حبه تاع قرعه، 3 سنينات تاع الثوم، الكزبر، عندنا نص صدر تاع صدر الدجاج، وعندنا الحاجة الأساسية في الطبق ديالنا هي بوان كاسي، استعملوا الكمية اللي حبيتوا. عندنا لي زيبيس، فلفل الكحل، راس الحانوت، كركم، شوية الكمون وكزبر مرحي والملح بيان سور. عندنا الزيت تاني، وعندنا لا كريم فريش راح نستعملوها في الأخير هي والفرomاج. فوالا نجوزو لطريقة التحضير الآن. اول حاجه كنت ديت الخضر ديالي قطعتهم، يعني قطعوهم هكذا عشوائيا ما يهمش، لخاطر من بعدا راح نميكسيو كلش مع بعض. قطعت القرعه وتاني الطرشي والبصل، وزدت لهنا الكرافس راح يعطي لكم واحد البنه بزاف هايله في لاسوب ديالكم. يعني كل حاجه خضراء عندكم في الدار راح توالم هذا الطبق، ماشي لازم تتقيدوا واش درت انا في الوصفه ديالي. المهم اي حاجه يكون لونها خضر راح تجي بزاف بنينه في الطبق هذا. المهم وجدت كامل الخضره ديالي مع الدجاج والثوم تاني كنت قصيته على 2. راح نجيب طنجره وراح نحط فيها كمية تاع الزيت، وبعد هذا راح نحط كامل الخضرة ديالي على فوا، يعني ماشي راح نحطها فوق النار، راح نحط كامل الخضرة ديالي وبعد هذا راح نحطها فوق النار. لهنا حطيت كمية تاع الزيت، حطيت الدجاج ديالي اللي كنت قطعته هكذا باش تمتم يطيب لي، حطيت القرعة طرشي، يعني كامل الخضر اللي وجدتهم. فوالا هنا بعد ما حطيت كامل الخضره ديالي راح نحط معاهم البوان كاسي، يعني راح نحط كلش مع بعض، وبعد هذا راح نحطهم فوق النار ونقعد نقلي فيهم في هذيك الزيت. تقدروا لهنا اذا حبيتوا تضيفوا يعني قطعه صغيره تاع المارغرين، ما فيها باس يعني عادي. فوالا نحركهم كامل مع بعض قبل ما ندير لي زيبيس، يعني نقليهم في هذيك الزيت قبل، وبعد هذا راح نضيف عليهم لي زيبيس اللي كنت قلت لكم عليهم. ولهنا راح نقلي كامل الخضره ديالي مع هذوك لي زيبيس مليح، باش هذوك لي زيبيس يدخلوا لنا في الخضر ديالنا ويجونا بنان في المذاق ديالهم. راح نمرق بكميه قليله تاع الماء ونزيد نخليهم يتقلاو مليح حتى يبداو يدبالوا لي، وبعد هذا راح نكمل نمرق بالكميه تاع الماء اللي نحتاجها. هنا نتوما تحكموا في الكميه تاع الماء ديالكم، يعني اذا حبيتوا لا سوب ديالكم تجي بزاف مايها كثروا شويه الماء، واذا حبيتوها تجي شويه ثقيله يعني نقصوا، يعني عينكم ميزانكم، مع تزيدوا ترحوا هذيك الخضره راح تتقال لا سوب ديالكم. فوالا هكذا راح نغطي عليهم بعد هذا ونخلي الخضر ديالنا حتى يطيبوا لنا. بعد ما طابت لي هذيك الخضره راح نحط هنا قطعه تاع الجبن، وراح نميكسي كامل هذه الخضره مع الفرomاج. فوالا لهنا راح نميكسي كلش مع بعض هذيك الخضره ديالي. فوالا ولهنا راح نضيف لها علبه تاع لا كريم فريش، يعني هذه المرحله اختياريه تقدروا تستغنوا عليها.
انا هداك نحب هداك الطعم تاع لا كريم فريش في لاسوب. خليوها تغلي غليه 2 غليات ونطفيو عليها ونقدموها في صحن التقديم. فوالا هيديك لاسوب ديالنا بعد ما وجدت. قراف ريحتها بزاف هايله، والبنه ديالها ما نحكي لكمش، جربوها راح تعرفوا باللي هذه لاسوب بزاف هايله، راح تعتمدوها. خلوا لي تعليقاتكم هذوك الشابين دايما في كومونتير، ما تنسوش ديروا لي جام وتبارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم واحبابكم. في الاخير ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، تلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. كانت معكم كوينز كيتشن، سلام.